بنعمل تقليد بقى لينا، مفيش هتافات خالص في الاجتماعات، وفي اول الاجتماع مفيش تصفيق. بندخل نقول لكم السلام عليكم، بتقولوا لنا وعليكم السلام. مفيش تسقيف ومفيش هتافات، على اساس انكم بتمثلوا القيادات المختلفة في المناطق المختلفة. اتفضل الاخ علي صبري عرفنا بالمحافظات. السادة الأمناء، السادة الأمناء يبتدوا بالترتيب كده. أمين عمر، أمين لجنة محافظة أسوان. بتشتغل ايه يا امين؟ أمين لجنة محافظة أسوان. لا بتشتغل ايه بتاكل عيش منين يعني؟ آخر عمل كنت بعمله بمارسه مدير مشروع خطوط الكهرباء في المنطقة الجنوبية من أسوان إلى سوهاج في شركة المقاولين العرب. وتفرغ. أهلا وسهلا. أمين محافظة سوهاج. آخر عمل رئيس مجلس إدارة شركة الصعيد العام للأولاد. تفرغ. رشدي ذكروني المنيا. آخر عمل عضوية مجلس الأمة. ما عندكش أرض؟ أفندم؟ ما عندكش أرض؟ عندي أرض. السادة توفيق السعودي، محامي، عضو مجلس أمة، أمين محافظة الفيوم. وهي هذا المحامي البحيري. مصطفى الجندي، أمين الغربية، رئيس مجلس مدينة سابق. ضياء الدين داوود، دمياط، أمين دمياط، محامي، عضو مجلس. محمد علي بشير، أمين الشرقية، عضو منتدب مؤسسة ضغط تحرير الطباعة والنشر. شفتها ولا لسه؟ أيوة. شفتها؟ تفضل. جمال أحمد سعد، السويس، مهندس، عضو مجلس أمة. محمد حسن نشري، أمين محافظة بورسعيد، محامي. تفضل. عبد الحكيم فريد، أمين محافظة القاهرة. مشهور أحمد مشهور، محافظة الإسماعيلية ورئيس هيئة قناة السويس. فؤاد محي الدين، أستاذ مساعد بجامعة القاهرة وعضو مجلس الأمة. ما تفرغتش يا فؤاد. محمد غرات فندم. محمد المصري، أمين محافظة الدقهلية. سالم محمد شحاتة، كفر الشيخ، طبيب وعضو مجلس الأمة. كمال الشاذلي، عضو مجلس الأمة. منوفية. ثم زكي علام هنا مستشار قانوني لشركة المقاولين العرب. قاعد في هنا دلوقتي ولا في مصر؟ ها؟ قاعد في هنا يعني؟ أستاذ مساعد كلية الحقوق جامعة القاهرة ومتفرغ أمين الجيش. محمد دوران بدوي، بني سويف، كنت عضو مجلس إدارة في شركة المقاولات، تفرغت. أحمد منتصر مصطفى، محامي وعضو مجلس أمة، أمين أسيوط. تفرغ. حسن بغدادي، عضو مكتب تنفيذي اسكندريه، مدير جامعه اسيوط، مدير جامعه اسكندريه. عايز تروح اسيوط؟ لا. السادة الأعضاء، نبتدي بالمحافظة القاهرة. عامل مؤسسة كهرباء وغاز وعضو مجلس. عبد سعد، عضو مجلس. نجيب مصطفى، وكيل وزارة الثقافة وعضو مكتب تنفيذي في القاهرة. عبد اللطيف بطية، اتحاد العمال، عضو مجلس أمة، موظف شركة الأمين. كمال هنري كثير،
رئيس مجلس إدارة شركة طرابيش وإسلام، عضو مجلس أمة، تفرغت في مكتب القاهرة. أمين عز الدين، خبير بوزارة العمل وتفرغت، مكتب تنفيذ القاهرة. إبراهيم عبد اللطيف، سكرتير تحرير صحف التعاون، متفاسد. عضو مكتب تنفيذ القاهرة، محامي. حشيش، محامي وعضو مجلس أمة وأمين مساعد مكتب الأجنبية. مين؟ سعد الوكيل. مساعد الوكيل، عضو مكتب تنفيذ اسكندريه، استاذ مساعد حريق العصر، عضو مكتب تنفيذ اسكندريه، مدير الافراد والعلاقات الصناعيه بشركه حريق الصناعه. رئيس عبد الحميد شريف، عضو المكتب التنفيذي محافظة اسكندرية ورئيس مجلس إدارة شركة الجزائر غزة والبسيط، تفرغت. أحمد فؤاد البشويش، عضو مكتب تنفيذي محافظة اسكندرية وعضو مجلس الأمن. فهمي جعفر، عضو المكتب التنفيذي بالإسكندرية ومدير مساعد وزارة التربية والتعليم. تفرغت. صلاح غريب، عامل اسكندريه وعامل شركه مسؤوليات حديثه. مضى في الإسكندرية فلا سيد شاحن، عضو مكتب تنفيذي اسكندرية، مدير محمد أحمد عيسوي، عامل بالشركة العربية للملاحة البحرية وعضو المكتب التنفيذي بالإسكندرية. محافظة بورسعيد، محمود واسع علي منصور، كنت متفرغ في الاتحاد الاشتراكي وتفرغت نهائيا. احمد حسين علي، عضو مكتب تنفيذي بورسعيد، مدير شركه النصر الملاحه. سيد محمد السوقي، عضو مكتب تنفيذي بورسعيد، عامل في هيئة السويس. محمد حسين أبو العلا، شركة مصر للبترول، وكيل النقابة العامة للمناجم والمحاجم والبترول ومتفرغ، مكتب التنفيذي بورسعيد. سيد أحمد إبراهيم، مكتب التنفيذي بورسعيد، اخصائي. حسن أحمد حسن، عضو المكتب التنفيذي موظف في المؤسسة المياه البحرية السابقة، تفرغ. محافظة ايه؟ بورسعيد. أمين حسن عامر، شركة دراسات الإباحة، عضو المكتب التنفيذي محافظة اسماعيلية. حسن محمد إسحاق، رئيس عمل ورش هيئة قناة السويس، عضو المكتب التنفيذي بالإسماعيلية. سعيد أمين، رئيس قسم كراكات هيئة قناة السويس، تفرغ. فريد تومي، ميكانيكي ديزل بقسم الكراكات بهيئة قناة السويس وتفرغت، محافظة الإسماعيلية. صالح محامي، عضو مكتب التنفيذي بمحافظة الشرقية. أحمد عبد السلام حبشي، عضو المكتب التنفيذي في محافظة الشرقية، عامل بشركة النيل العامة لتنفيذ شرق دلتا، تفرغ. عباس محمود، نائب رئيس اتحاد عمال الجمهورية ونائب رئيس النقابة العامة للمناجم والبترول، موظف بشركة النصر الملاحات، متفرغ بالشرقية. أنور عشماوي محمد، أمين مساعد أمانة العمال، أحد العاملين بشركة مصر للبترول بالقاهرة، سكرتير نقابة البترول بالقاهرة. حافظة أمين مساعد أمانة القاهرة. عبد السلام الخولي، فلاح وعضو مجلس الأمة الشرقية. محمود محمد عبد الله غريب، فلاح وإصلاح زراعي، متفرغ محافظة الشرقية، عضو مجلس الأمة. انت شرقية. شرقية. علي البعلي، عضو مجلس محافظة الإسماعيلية، فلاح وإصلاح زراعي. محمد صبري محمد مبكر، محامي وعضو مجلس محافظة الإسماعيلية وعضو إبراهيم محمد مدير معسكر الشباب. حافظة ايه؟ اسماعيليه. محمد عبد الوهاب شبانه، مدرس تربيه المكتب التنفيذي بمحافظه دمياط. عضو الرصيد دوار السويس، متفرغ محافظه دمياط. محمد حسن، محافظه السويس، اخصائي اجتماعي التربيه والتعليم. السيد متولي، محافظه السويس، احد العاملين بشركه النصر الاسيوي. مصطفى محمد ابو عز، مكتب تنفيذ السويس، فلاح.
فضل السيد عصر عامل في شركة النصر للبترول مكتب تنفيذي السويس. عبد الهادي علي ناصر من مكتب السويس، عامل في شركه نصر الاسمده رئيس سيد علي ابراهيم عيسى وكيل قطاع الصناعات الحريه والتوفيق وعضو مكتب السويس. ربيع علي صيام عامل عضو المكتب التنفيذي بالفيوم. كويس عبد الحفيظ علي رئيس مأمورين الشهر العقاري في الفيوم، فرقت المكتب التنفيذي. مصطفى عبد الحافظ موسى فلاح عضو المكتب التنفيذي بالفيوم. يوسف عبد الناصر فلاح محافظة ايه؟ فيوم. حسين محمود صاوي مهندس زراعي عضو مجلس الأمة عضو المكتب التنفيذي محافظة الفيوم. محمد ربيع عبد المقصود رئيس مضرب نهضة مصر في الفيوم، تفرغت المركز التنفيذي. سمير عبد الرحمن علي عضو المكتب التنفيذي محافظة دمياط عضو مجلس الأمة. سعيد حامد جحد منتفع بالاصلاح الزراعي وعضو المكتب التنفيذي محافظه دمياط. نعيم طاهر فراج رئيس الكفتاري لشركة الغزل دمياط وعضو المكتب التنفيذي محافظة دمياط. فرج ابراهيم حسن عامل بشركه اسكو وعضو المكتب التنفيذي بالكلام. حسين سيد علي مدير اداره النسيج عضو مجلس اداره شركه القاهره الغزل والنسيج متفرغ للقليوبيه. علي فهمي خاطر طبيب مدير مستشفى المبرة ببنها سابقا وحاليا عضو المكتب التنفيذي لمحافظه القليوبيه. مصباح محمد الشاذلي عضو المكتب التنفيذي بكفر الشيخ مدرس. فتحي محمد النويشي فلاح بالمكتب التنفيذي بمحافظه كفر الشيخ. دكتور محمد لوكيل عامل شركه اجزاء الحديثه بنزيون وعضو مكتب تنفيذي محافظه كفر الشيخ. الوقت السمنون حمد زراعي عضو مجلس أمة كفر الشيخ. إبراهيم الشرعي فلاح منتفع بالإصلاح الزراعي وعضو المكتب التنفيذي محافظة كفر الشيخ. محمد علي سالم رئيس مدينة دياب عضو المكتب التنفيذي كفر الشيخ. مصطفى عزب فلاح عضو مجلس الأمة دائرة الجمهورية مكتب. عبد الفتاح محمد الحضري فلاح محافظه الجمهوريه. ابراهيم جابر اسلام عامل شركه النصر والكهرباء نبيل علام عامل شركه مصر تشغيل حمض الغزل والنسيج عضو المكتب التنفيذي للمنتجين. مروان بيوم مدرس مواد اجتماعيه عضو المكتب التنفيذي للمنتجين. عامل احمد زايد عضو مكتب عامل دكتور اسامه محمود رفعت مساعد خريج زراعه جامعه القاهره عضو المكتب التنفيذي محمد عبد العزيز فلاح عضو المكتب التنفيذي
مهندس زراعة عضو مكتب. محمد حامد فلاح عضو مجلس أمة عضو مكتب التنفيذي. فلاح إصلاح الزراعي عضو المكتب التنفيذي للتدريب. العسكري عامل نظام رئيس الشباب عضو مكتب التنفيذي البحرية محامي أمين الطرقين نقابة المحامين واتحاد المحامين العرب. احمد مختار المنبول عضو مجلس الامه وامين شؤون مكتب التسجيل ومكتب التسجيل القانوني. صيام فرج بندق مهندس زراعي عضو مكتب التنفيذي الغربي. أحمد الكوري عضو مجلس أمة فلاح تفرغت في المكتب التنفيذي في الغربية. عبدو أحمد حسن عضو مجلس محافظة جنة تفرغت للمجلس التنفيذي محافظة. سيد محمد علي إمام مسجد تفرغت لعضو المكتب التنفيذي قبل. سيد محمد علي إمام مسجد تفرغت لعضوية المكتب التنفيذي قنا. عبد اللطيف ابراهيم عامل تدريس الرجل عضو المكتب التنفيذي بمحافظه قنا. قدري محمد حمام ميكانيكي مراكز الاسعاف وتفرغت للمكتب التنفيذي بمحافظه قنا. احمد محمد ابراهيم فلاح عضو مجلس محافظه قنا. سيدنا واحد فلاح عضو مجلس الامه مكتب التنفيذي محافظه قنا. محمد صلاح الدين سيد علي وعضو مجلس محافظة قنا والمكتب التنفيذي محافظة فتح بيرو عضو المكتب التنفيذي محافظة قنا ورئيس مجلس مدينة سلام بنات سلام سلام عضو مجلس الامه المكتب التنفيذي محافظه السوق. عمر محمود عبد عضو مجلس الأمة العظيمة محافظ الصغير عامل مصر. على مكتب سامي اخصائي اجتماعي تفرغت عضو مكتب التنفيذي محافظه السوق. هناك فقط مساعد سليم جورجي دوس عضو المكتب التنفيذي وأسيوط محامي وعضو مجلس المحافظة متفرغ. أحمد فؤاد رمضان مكتب زراعة الحسين عضو مكتب التنفيذي في محمد عبد الله شريف أسوان رئيس مجلس مدينة نصر نور الجديدة. سعد السدري معي مهندس العالي عضو مكتب التنفيذي أسوان. عبد العال عبود محامي عضو مجلس المحافظة وعضو مكتب التنفيذي أسوان. محمود مهدي محمد عامل بشركة جارة الأمم وعضو مجلس المحافظة وعضو مجلس تنفيذي محافظة أسوان. محمد فوزي خليل عامل مناجم الحديد والصلب بأسوان عضو المكتب التنفيذي لمحافظة أسوان.
محمود ابو زيد احمد عامل بمصنع سكر ادفو وعضو مجلس المحافظه وعضو مجلس تنفيذ السلطه. الدكتور حسن علي منتفع من الاصلاح الزراعي بوادي كومو ومتفرغ بالمكتب التنفيذي بمحافظه اسوان. سعد محمود عرفة فلاح مكتب تنفيذي محافظة أسوان. محمد ربيع محمد مدرس متفرغ للعمل بالمكتب التنفيذي أسوان. منعم مكرم محامي عضو مجلس الأمة مكتب تنفيذي محافظة البحيرة. المولى محمد عطية المولى محمد عطية فلاح عضو مجلس الأمة عضو مكتب التنفيذي محافظة البحيرة. عطية محامي عضو مجلس الأمة. حامد قريب مدرس مواد اجتماعيه في المعاهد الفنيه عضو مجلس المحافظه مدير اداره مجالس المحافظه تفرغ في مكتب البحيري. في حمد قرار مهندس زراعي مراقب عام قطاع جنوبي مدير مكتب البحيري. علي محمود كامل مرتكب الانسان الزراعي مكتب التنفيذي البحيري. محمد مسعود علام عامل شركه مدرسه كفر الدوار عضو مجلس امه عضو مكتب التنفيذي البحيري. علي محمود اوزع عامل في مصر رئيس اللجنه التنفيذيه عضو المكتب التنفيذي البحيري. فهمي منصور يوسف علي مهندس زراعي عضو مجلس امه سوهاج. احمد دياب شكير عضو مكتب التنفيذي سوهاج عضو مجلس المحافظه لا اصلاح زراعي. علي عبدين الشريف عضو مجلس أمة محافظة الصالح. رضوان محمد عامل علي حفظ محامي عضو مكتب التنفيذي بالسودان. شوقي احمد عطان محامي عضو مجلس امه سوهاج. محمود عباس محمود مدرس اول علوم متفرغ مكتب تنفيذي سوهاج.